معقولة هو ده سوبرمان؟ بس مش أي سوبرمان، ده جيمس جان لما قرر يكتب ويخرج بنفسه ويبدأ معانا في عالم دي سي جديدة من أوله كده بس على نضيف، والنتيجة فيلم شكله هيقسم الجمهور لنصين، نص هيشوف فيه سوبرمان الحقيقي والنص التاني هيسأل هو ده كان فيلم ولا حلقة من كرتون التسعينات؟ سوبرمان الجديد كتبه واخرجه جيمس جان، والفيلم ده مش بس عن سوبرمان، ده بدايه لسلسله افلام جديده من دي سي ستوديوز. هنا بنشوف كلارك كينيث وهو بيحاول يصالح ما بين اصله الفضائي الكريبتوني وتربيته الانسانيه كصحفي عايش في امريكا. بس لما تبقى انت بنفسك رمز للحق والعداله والطريقه الانسانيه في عالم شايف ان الكلام ده بقى موضه قديمه، يبقى ربنا يعينك يا عم كلارك. جيمس جان قرر يعمل لنا نسخه من سوبرمان فيها نفس الروح بتاعه الكرتون ذا انيميتد سيريس اللي كانت اتعرض لنا في التسعينات، واللي على فكره لسه لحد النهارده هو اكتر نسخه بحبها من سوبرمان. الفيلم الجديد فيه نفس اللمسه القديمه، شويه خفه دم، نغمه فيها امل، واكشن مرسوم حلو. بس لا، ده مش مرسوم، ده لايف اكشن. القرار اللي اخده جيمس جان باختصار اننا مش هنعيد حكايه البدايه تاني، يعني بقى فيش بقى مشهد السفينه اللي وقعت في مزرعه ولا الرضيع اللي اتربى كانسان، احنا دخلنا على طول في الحدوته كأنك نطيت من قطر هو أصلا ما بيقفش. وده بقى يخلي أول ساعة ونص في الفيلم ممكن تحس فيهم بشوية دروخة كده، بس بعد كده الدنيا بتمشي. البطل قدم لنا شخصية سوبرمان وكلارك كينيث بروح جديدة وشكل فعلا انه اتربى في مزرعة وسط ناس طيبين. هو مضحك ومحبوب والاكشن معاه كمان شكله كويس، والاجمل ان الفيلم بيفكرك ان اللي خلى سوبرمان مش كريبتون، لا ده بابا وماما كينيث. راتشل اللي قامت بدور لويس لاين جامدة جدا. المشهد اللي كانت فيه في وسط الفوضى مع ديلي بلانيت وبتدور على الحقيقة وسط الزلازل، ده مشهد بيوضح لنا هي مين بالظبط. نيكولاس في دور ليكس لوثر اقنعني ان هو شرير بجد، مش شرير كرتوني وبيضحك، لا ده شرير ممكن يدمر الارض بس علشان غروره. وانا بالرغم من الحب الشديد لجين هاكمان شايف ان دي افضل نسخه اكشن للوثر شفتها في حياتي. السيناريو هنا بقى لعبها صح. اولا تفادى قصه الاصل المعتاده، ثانيا بدا لنا من الاخر والناس كلها خلاص بقت عايشه مع سوبرمان، في علاقات جاهزه ومواقف اوريدي شغاله، مفيش مقدمات ممله. وطبعا هنا سوبرمان كان دمه اخف واقرب لكوميكس جيل التسعينات، وناس كتير هتفتكرها بسبايدر مان بتاع سام رايمي مش الكئيب بتاع زاك سنايدر. لكن بصراحه هو ده اللي عجبني وانا ما كنتش مستني حاجه تانية. الاجابه المود بيفرق، لو عايز فيلم فيه امل وخفه دم ومغامره وهزار هتحب الفيلم ده، لو مستني بقى سوبرمان غامق وكئيب ووجودي الفيلم ده مش ليك خالص. مشاهد الطيران كانت معموله حلو جدا، في مشاهد بتخليك فعلا حاسس انك في السماء، لكن الاجمل من كده هو كريبتو الكلب. جيمس جان جاب كل التفاصيل اللي بتخلي الكلب ده فعلا كلب عنده قوه خارقه، مش بس مدرك ده وبيتخبط ما بين الناس، لا هو فاهم نفسه وفاهم امكانياته كويس. الفيلم ده مش الأعظم بس هو أفضل فيلم من اللي اتعملوا في مجموعة سوبرمان. لسه في بقى فيلم دونر الأصلي بالنسبة لي هو الأعظم لأنه معجزة اتعملت في السبعينات، بس ده لو بتحب أنيميتد سوبرمان الفيلم ده هيكلمك من أول مشهد. الفيلم فيه لحظات جميلة فعلا والأبطال كلهم عندهم كاريزما حلوة قوي، وبالنسبة للسيناريو الفكاهة داخلة في كل حاجة حتى لو مش في وقتها. ولو أنت بقى أصلا من جمهور سوبرمان اللي بيحب التوازن ما بين القوة والرحمة وما بين الجد والهزار، الفيلم ده هيقسمك نصين. وفي النهاية سوبرمان بتاع جيمس جان هو محاولة شجاعة جدا بس مش لكل الأذواق. لو بتحب الأفلام الخفيفة اللي فيها أكشن وضحك هتنبسط، لكن بقى لو بتدور على السوبرمان اللي بيرمز للأمل وللرمزية وللدراما الفيلم ده هيخليك تفكر مرتين. وفي النهاية استنونا في حلقة جديدة من حلقات حكاوي سقراط، وساعتها يمكن نلاقي سوبرمان الحقيقي. أنا سقراط وده كان رأيي في سوبرمان بتاع جيمس جان، فيلم بيبدأ عهد جديد بس بيحافظ على القلب القديم. بالنسبة للي شافوا الفيلم قولوا لي في التعليقات ايه اكتر مشهد حبيتوه في الفيلم، ولو لسه بقى ما شفتوش مستني ايه؟ يلا سيب لايك واشترك في القناة واستعد لحلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاوي سقراط.